هل قامت الثورة من أجل العدل؟ هل قامت الثورة من أجل الحرية والعمل والقضاء على البطالة؟ أم أنها كانت مجموعة من الأغاني الوطنية؟ ويبقى الحال كما هو عليه، بل الرجوع للأسوأ. ففي ظل معاناة الدولة من مشكلة البطالة وقلة فرص العمل وقيام العديد من الوقفات واضطرار الشباب إلى الهجرة الغير شرعية، نجد أن هناك المئات من المصانع الواقعة بالمنطقة الصناعية بأبو رواش كيلو 26 طريق مصر اسكندرية الصحراوي، يعاني أصحابها من تضييق الدولة عليهم بقوانين النظام السابق، والتي يقوم على تنفيذها الأجهزة التنفيذية لمحافظة الجيزة، مما أدى إلى يأس الكثيرين من أصحاب تلك المصانع وغلقها. وتتمثل مشاكلهم الأساسية في قوانين التقنين الجائرة. لا، هو طبعا بالنسبه لوضع التقنين، هو التقنين ما فيش غير التقنين. مشكله التقنين اللي هم اتكلموا عليها برضو دي مشكله قايمه هتلاقيها مع المصانع كلها. يمكن المشاكل اللي احنا بنواجهها هنا بقى ان هنا طالبين مننا تقنين للارض 350 جنيه المتر، واساسا الريف الاوروبي عامل 25 جنيه المتر. فوجئنا بالتقنين، واخد بال حضرتك؟ وبعدين التقنين مستنيين التقنين جم عشان يقننوا، عايزين يدفعونا اكتر من حق الارض، فاحنا هنجيب منين اذا كان احنا ما فيش اصلا شغل؟ فعايزين يدفعونا ضعف الضعف حق الارض. دلوقتي احنا هنا بنقنن المتر، هو بيطلب مني التقنين المتر 320 بالمرافق، يعني 180,000 جنيه على 500، 300 حوالي 320 300 حاجه و30. انا المبلغ ده ادفعه تاني ليه؟ ما انا اشتريت الارض 250 جنيه، وبعدين احنا في الدوله ما كانت الارض بتتباع ب 2 جنيه وب 3 جنيه لناس معينه. بالنسبه للترخيصات هو رابط التقنين بالترخيص. طب ما يرخص وانا مش هاخد المصنع وامشي، ما انا قاعد. يعني عاوز تخلص اجراءات الرخصه يقول لك لازم تسدد التقنين. لا، يقول لك قبل ما اتكلم معاك لازم تقنن وضعك. اقنن وضعي؟ انا شاري في وسط مصانع، شاري المتر 160 جنيه، يجي يقول لي ادفع تقنين 300 400 جنيه على المتر، يعني ادفع نص مليون الاول قبل ما اجيب مكن وقبل ما اجيب خامات. ده مش منطق. جينا اشترينا ارض هنا المتر ب 170 جنيه، بنيجي نعمل الترخيص عايزين ياخدوا مننا 280 جنيه على المتر، وبعد كل ده نيجي نطالب بالتقنين، نبص نلاقي التقنين 300 جنيه على المتر. انا برضو شاري المتر هنا بحوالي 120 جنيه او 130 جنيه، ادفع 300 جنيه على المتر ليه؟ ماشي. فطبعا مبالغ فيها. انا جايب لي 450,000 جنيه تقنين. طب هل انا اشغل الناس واجيب مكن واشتغل ولا ادفع للتقنين؟ نفس المشكله برضك التقنين، برضك احنا سمعنا مبالغين فيها جامد، بيقول لك 300 جنيه المتر وكده، فده كتير. ليه التقنين؟ اصلا كان اصلاح زراعي. اصلاح زراعي ايه؟ ده ارض رمله، حتى اللي حفر وجاب ميه جابها مالحه وما طلعتش ولا محصول. ده ايه الميه هنا على 36 متر جايه ملح، كلها ملح. العنتريه على اللي جه عمر الصحراء؟ ولا طب ما الاراضي الطين اتزرعت ومحدش سمع ان حد عمل لهم حاجه؟ يعني بلاش المخالفات في الارض الطامي. طب ما في ارض طامي دخلت كردون مباني. الصحراء هي اللي وحشه لما تتحول لمنطقه صناعيه، وارض متخصصه زراعه وانتوا بنيتوا فيها. احنا بنينا في ارض جبل مش صحراء، والارض فيه ورق ان هي غير تصلح للزراعه، لو رميت حته حديده تيجي تلاقيها متاكله. هو دلوقتي هنا المصنع ده بيقول لك اولا دي ارض زراعيه، طبعا انا مش عارف الزراعه فين بصراحه، يعني مش عارف، ولا عمرنا شفنا فيها زراعه ولا في اي حاجه خالص. احنا ما شلناش الزرع وبنينا. انا لما بسال الموظفين في الجهاز نفسه، انت المنطقه اللي انا فيها دي اسمها المنطقه ايه؟ بيقول لي المنطقه الصناعيه. يعني بقول له مش المنطقه الزراعيه. طب انت على اي اساس النهارده بتقول لي دي كانت زراعه؟ ومخالفات البناء الباهظة، والتي تطالب أصحاب تلك المصانع بدفع مبالغ مالية باهظة للدولة، حيث يصل متوسط المبالغ المطلوبة إلى مئات الآلاف من مجموعة من الشباب ورجال الأعمال الذين يريدون بدء حياتهم العملية بمجموعة من المشروعات الصغيرة، فضلا عن عدم وجود مرافق من مياه وصرف صحي وطرق ممهدة تخدم هذه المناطق التي تضم أكثر من 1200 مصنع. لا كانوا بيطالبوا بتراخيص ولا برسومات ولا أي حاجة، واخد بال حضرتك؟ جم ضمونا للمنطقة الصناعية الكبيرة وكأنه سر حربي، المفروض إن محدش يعرف إن إحنا انضمينا، لا علقوا يافطة ولا حد عدى علينا ولا بعتوا لنا جوابات، والمفروض نعرف لوحدينا. بنينا، نيجي ندخل كهرباء، نروح شركة الكهرباء تقول لك هات لي جواب، نروح الحي بتاع الهرم قال لك انتوا دلوقتي مش تبعنا.
نروح مكتب خدمة المستثمرين اللي احنا مفروض تبعه ما تاخدش منه إجابة وافية وشافية. حتى فضلنا فترة طويلة تايهين، احنا مش عارفين احنا تبع حي الهرم ولا مكتب خدمة المستثمرين. زائد ان انا طبعا المصنع ده بيقول لك انت بنيت بدون ترخيص، ما فيش حد في المنطقه دي بنى بترخيص. طب المطلوب قال لك عليك مخالفه ماليه 80000 جنيه. حط ال 80 على 168000 يعمل 4,250,000 جنيه، وانا لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم ولسه ما عملناش حاجه. لسه بقى لا وصلنا كهرباء ولا دفعنا مقاييس الكهرباء ولا دفعنا مقاييس الامن الصناعي ولا دفعنا بقى ولا جبنا معدات ولا الكلام ده كله. فاحنا ايه اللي يخلينا ما نرخصش وايه اللي يخلينا يبقى في مواجهه بيننا وبين الحكومه، واخد بال حضرتك؟ لكن المشكله كانت عندهم لان احنا ما عرفناش، احنا دخلنا هنا لقينا عرف حي الهرم هو اللي هنا. وكل ما نيجي نخلص اجراءات يقولوا لنا ده احنا الجيزه اتقسمت 3 محافظات، و6 اكتوبر بقت محافظه ثانيه، ومحافظه حلوان بقت محافظه ثانيه. كنا تبع الهيئه العربيه لهيئه الاسكان، ان نروح نخلص هناك اجراءات ترخيص، يقولوا لا ده انت بقيت تبع المنطقه الصناعيه فبرواش. ناخد المنطقه نروح المنطقه الصناعيه فبرواش، لا ده انت مش عارف. على ما جينا حولنا الورق بتاعنا بقت محافظه 6 اكتوبر اتلغت تاني من الجيزه. وعافرنا لغايه ما دخلنا الكهرباء بصعوبه جدا بعد معاناه ومصاريف رهيبه. وبعدين مفيش كهرباء عاملين كهرباء ممارسه، فالممارسه دي بيقول لك نور لندتين 2 بس، فلندتين 2 بندفع عليهم كل شهر 3 اشهر 800 جنيه. ولو جات لنا شغلانه ولا حاجه بيجي يعملوا لنا محضر يقول لك انت سارق الكهرباء، فكده طبعا ما ينفعش. فكان عندنا يجي 15 عامل مفيش ولا واحد دلوقتي منهم، واحنا قافلين خالص المصنع. الكهرباء طبعا بيربطها بالتقنين، فمعظم المصانع قافله. يعني هو يعني تدفع اشتراها مره من الاهالي ومره من الحكومه. اسواق الكهرباء برضو يعني تعبونا جدا قبل ما عملناها. فبعتوا لي جواب من الجهاز قال لك احنا بنطالبك بنطالبك بفلوس التقنين وفلوس المخالفه. فلما رحت اشوف موضوع المخالفه لقيتها شغلانه، طالبين 80,000 جنيه مخالفه مباني، و180,000 جنيه هو عايز مني، بيقول لي 180,000 كتر خيره، بيقول لي ادفعهم لي 4 مرات، يعني ادفع له الربع. يعني محتاج الصبح 120,000 جنيه مبدئيا عشان يديني كهرباء، وانا طبعا ما عنديش كهرباء والمصنع مقفول زي ما حضرتك شايف. يعني الكهرباء وصلت لنا هنا بالعافيه، وفي ناس وصلت لها كهرباء وفي ناس ما وصلتلهاش، وبنيجي نعمل ممارسه علشان نشتغل، بيجوا بتوع الكهرباء يوقفونا، ده فيه كذا ده فيه كذا ده مش عارف ايه، ده انت مقدم ممارسه علشان معايا حاجه معينه، لا ده انت لازم تدفع اكتر، لازم تدفع اقل. نروح نقدم كهرباء للكهرباء عشان نمشي كهرباء قانوني، اوراق روتين، بتاخد حاجات كتير جدا. ومفيش بقى ميه حتى نشربه ميه حلوه. وبعدين ميه بشتري ميه شرب بشتري الخزان ميه وبحط، مفيش ميه، ماسوره ميه ركبناها، دفعنا كل مصنع دفع 3000 جنيه، ما شربناش منها مره واحده. يعني اما اعبي خزان متر في متر ب 3000 جنيه، هو ده اللي انا استنفعت بيه، خزان متر في متر 3000 جنيه. وميه مفيش ميه هنا، مفيش ميه هنا بتتشرى، نشتري بالمكعب الميه. بالنسبه هنا الصرف الصحي بنعمل ترانشات، نحفر بياره كده ونروح عاملين ترانش هناك اهي، حتى العربيه كسرت. وبعدين احنا ما هو طبعا يعني انا دلوقتي مثلا بالنسبه للمرافق بياخدوا 40 جنيه مرافق، طبعا هيعملوا صرف صحي امتى مش عارفين، ما بيقولولناش. طب حتى مثلا طب انت بتطلب، ما انا مضطر اعمل ترانش عشان اشغل المصنع، ما الترانش ده ثمنه مثلا بيكلفنا حوالي 15-20,000 جنيه ومدفون في الارض. يعني انا ده حفره كده دافن فيها 20,000 جنيه وراضم عليهم، بعد كده انت تدخل الصرف الصحي، خلاص دي ملهاش لازمه. وبعدين فلوس الصرف الصحي ما انت واخدها مني مرافق او هتاخدها مني مرافق، انا لسه ما دفعتش بصراحه، بس هو المفروض ان هو هياخدها مني. طب ما انت دلوقتي بتطالبني ببياره ليه؟ مفيش مجاري، مفيش مجاري، لا مفيش مجاري، لا بالنسبه للمجاري مفيش مجاري. اللي هنا بيستعملوا الترانشات، بيعملوا ترانشات ويصبوها ويستعملوها، بيعملوها صاحب المصنع بيعملها. صاحب المصنع بيعمل الترانش ويعمل عليه الحمامات والعمليه بتمشي. يعني الماء دي جايبها من الكانتين اللي ورا ده. المنطقه دي فيها مشاكل، فيها حوالي بتاع 6 مشاكل، انا عندي 6 مشاكل او 5 مشاكل.
طبعا مشكله الطرق، ما فيش طرق، ميه ما فيش ميه، انا ما عنديش كهرباء، زائد ان انا عندي مخالفه مباني، زائد ان اللي احنا في نفس الوقت اللي هنا كل حاجه هنا صعبه. والله انا حاسس ان انا اتعمل لي كمين. مطلوب بقى مننا ننتج علشان ايه؟ علشان نسدد. واخد بال حضرتك؟ مفيش كهرباء، وكأنه هو متعمد يبيع ويشتري فينا علشان يحصل نوع من الفشل. يعني احنا لو جايين من واعيين كده من اي حته ما مش هيتعمل فينا العمايل دي. هم بيوصلني الحل ان انا يقفل يمشي غلط، وانا لا عاوز لا ده ولا عاوز ده. واخد بال حضرتك؟ طيب يعني انتوا مثلا بتعاقبونا ولا بتربونا ولا اللي بنقراه في الجرايد حاجه يعني، ولا احنا في بلد تانية، ولا احنا مش مصريين؟ وكأني عارف حضرتك الخروج للمدن الجديده وللصحراء والمناطق الصناعيه وكأنها جريمه في حق الوطن. انا حاسس ان انا بتعاقب ان انا فتحت المصنع او بفتح المصنع ده، حاسس ان احنا بنتعاقب، حاسس ان احنا يعني اجرمنا. ان كل ما اتكلم في الموضوع ده قلبي بيوجعني وجسمي بيوجعني وتفكيري بيتشل، لاني بزعل ان احنا بنشتغل بما يرضي ربنا وفي نفس الوقت ما احناش عاجبين حد. وبعدين ما احنا لو فتحنا تحت يقول لك انت عامل دوشه وعامل اشغالات ونشاطك مش مناسب في المنطقه السكنيه. والله يا ريت يعني لو يعني يشوفونا يعني بعين من الرحمه شويه على المصانع هنا، يعني يا ريت يعني المسؤول مثلا واحد زي يعني سياده المحافظ. العمليه لو وقفت ال 12 فرد طبعا هيمشوا، وطبعا في كذا يعني في ناس بناخد منها خامات والشغل برضو طبعا دي هتقف طبعا، وغير احنا برضو طبعا هنقف والبلد كلها تقف. هما بس يعني ايه يحاولوا يساعدونا مش يكسرونا، بس يبصوا للمناطق او يبصوا للمصانع اللي هي ايه الصغيره، مش لازم الكبيره بس، لا يبصوا برضو للمنشات الصغيره اللي هي هتكبر بعد كده وتنفع البلد برضو. هو ده اللي احنا طالبينه بس من الرئيس، بس مش اكتر ولا اقل. احنا عايزين الرساله دي توصل للمسؤول ان يحل لنا المشاكل دي. بص حضرتك، لجأت لصندوق التنميه الاجتماعي علشان يخلصوا لنا هم الاجراءات. واخد بال حضرتك؟ كان هو بيخلص لك البطاقه الضريبيه والسجل التجاري والرخصه. بمجرد ما عرفوا ان احنا تابعين لمنطقه ابو رواش الصناعيه قال الله يخليك ابعدنا بعيد عن الناس دي معقدين بشكل غير عادي. ومش عايز اقول بقى الكلام اللي اتقال في حقه، واخد بقى، وسهل جدا التحري عن الناس دي من مكتب من صندوق التنميه الاجتماعي. مش عارف انا ايه المشكله، وكل واحد مسؤول يقول لك انا ماليش دعوه، انا ماليش دعوه، روح عند فلان، روح عند فلان، ولقمونا الدوله، لقمونا المصاريف اللي انا صرفتها على تقنين الرخصه لحد النهارده كانت تعمل مشروع. انا صارف اكتر من 120,000 جنيه من دم الحي، نبيع حاجه ونبيع حته حاجه عندنا، نبيع حاجه واحنا عايزين نعيش في المنطقه زي الناس تانية. يعني المنطقه ال 28 دي درجه اولى واحنا درجه 20. تصنيع قطع غير معدات تقيله. انا عندي المصنع بعمل التنكات بتاع البترول بتاع البنزين والجاز دي، تشكيل معدني، بنعمل اجزاء للسيارات وحاجات من دي. بنشغل بنوفر حاجات تيجي من بره بالعمله الصعبه. احنا اصلا مصنع تشكيلات معدنيه، تشغيل معدني. المكان هنا المفروض انه كان هيبقى مركز خدمه سيارات. هو نشاط المصنع ده اولا مصنع نجاره، مصنع نجاره. انا في نفس المصنع اللي هو بتاع البلاستيك جرينلاند. عندي مصنع نجاره، تصنيع بلاستيك. نشاط خراطه تفتيح تروس. انا عندي حوالي 40 واحد. كان عندنا يجي 15 عامل، مفيش ولا واحد دلوقتي منهم. ده هنشغل معانا على الاقل مثلا 10 15 عامل ولا 20 عامل اقل حاجه بالميت. حتى فكره التصنيع ذات نفسها، يعني كل مصنع كل باب مقفول زي ده وراه طموح، وراه فكره، وراه مشروع. لكن فعلا البيروقراطيه قتل يعني المشروع اللي جوه الواحد خلاص تعتبر هتقتله بسبب التعقيد وسبب الخنقه والاجراءات والكلام ده. كل واحد بيحلم انه يبقى مثلا مصنعه كبير، مصنع مثلا يبقى فيه مثلا من 10 ماكينات، مثلا اللي بيحلم مثلا يبقى مثلا فيه 25 30 ماكينه، بيحلم يكون عنده عماله، بيحلم انه ينتج منتج، انه يصدر، انه يعمل. لكن بالوضع ده احنا كده يعني ماشيين ببطء. حضرتك انت نفسك اهو تشوف الوضع الشارع والمصانع اللي مؤاخذه اللي موجوده، نسبه قد ايه اللي شغاله ونسبه قد ايه اللي قافله من الواقع نفسه.
ادي حاجه بسيطه. ف يعني احنا طالما عايزين واخد بالك نقول حركه البلد تشتغل، لازم نعمل عمليه واخد بالك ازاي، يعني الناس كلها ممكن تدفع، لكن تدفع بايه؟ بيقولوا ايه؟ المعقول المتيسر، من ان انا اقدر اوصل. المفروض تدعمنا وتدينا تدعمني نشتغل، مش تاخد مننا. انت بتطالبني قبل انا ما اخلص. بتحارب الاستثمار، بتحارب التصنيع. دلوقتي احنا يعني الدول الاسيويه والنمر شرق اسيا والصين والحاجات دي، البلاد دي بتدعم الماده الخام، بيدعموا المصنع، اي واحد مصنع هناك بيدعموا له ماده خام. احنا مش عايزين ماده خام، مش عايزين اي دعم، احنا عايزين نديكم فلوس برضو، بس خدوها. بس السؤال هتاخدوها امتى وازاي؟ تاخدها مني امتى وازاي؟ يعني امتى المفروض افتح؟ خدت بالك؟ افتح الاول اشتغل وبعدين خد اللي انت عايزه. طب ما يرخص وانا مش هاخد المصنع وامشي، ما انا قاعد. انت خدت بالك؟ انا هرخص وشغال، وبعدين بتعاقد تعالى لما يقننوا او يحددوا لها مبلغ معقول، لان انا مشتريها مره ومرتين. خدت بال حضرتك؟ وبعدين يديني ترخيص، يديني كهرباء، يديني المرافق، اشتغل وبعدين يقنن او يرخص بس المهم يشتغل. يعني كان في وجود المحافظ الدكتور فتحي سعد، كان ماسك محافظه الجيزه سنه 2000 في 2007 2008 في الرينج ده كده. يعني في الفتره دي كان الدكتور سعد عمل قرار حلو. ليه القرار ده ما يتعملش دلوقتي؟ قرار الدكتور فتحي سعد زمان قال لك انا بدل ما اخد فلوس من صاحب مصنع لسه قافل، لا انا اسيبه يشتغل وانا احصل منه، وده كلام منطقي. دلوقتي النهارده الوضع اختلف، احنا المفروض بعد ثوره، يعني المفروض الخير يزيد مش يقل، يعني المفروض دلوقتي يقول لك لا ادفع لي الاول. لا بعد الثوره ما فيش اي تقدم. احنا قلنا الثوره هتخلص وانا مخلص كل ده في اجراءات الثوره. يعني تاني يوم من تنحي مبارك انا كنت دافع 2000 جنيه في البنك للشرطه، لمصلحه الشرطه اللي هم بتوع الدفاع المدني. الناس هتجيب منين؟ ما هو لو في ندفع، بس يسهلوا لنا الموضوع. احنا بندفع ال 800 جنيه دولت كل 3 شهور، ندفع 1000 بس كل شهر، بس يبقى في شغل. ما هو يبقى في شغل، هيبقى في عداد، يبقى ندفع كهرباء، اللي مش هينفع الكلام. هو ده اللي بنطالب بيه بس. انا عندي امل كبير في الله سبحانه وتعالى، وفي ان يعني اي مسؤول بيسمعنا ان هو يعني يراعي ظروفنا، واذا فعلا عايزين البلد دي تشتغل لازم نهتم باول حاجه فيها التصنيع. ان شاء الله، ان شاء الله تعالى، ان شاء الله تعالى ربنا يسدد خطاه ان شاء الله من غير مقاطعه. هيبقى في امل ان احنا نعمل حاجه والصوت يوصل للمسؤولين احنا كلنا امل في الحكومه الجديده، كلنا امل في الدكتور مرسي، كلنا امل في رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، ان هم بس يبصوا لنا، يعني يبصوا لحال الدنيا دي. لو اشتغلت المصانع دي كلها، يعني احنا عددنا حوالي 500 600 مصنع، معظمنا قافل، وفي اللي فاقد الامل، وفي اللي خلاص ما عادش بيجي، وفي اللي قلبها مخزن. فنتمنى ان شاء الله ان المرحله الجايه يكون في بريق امل لان احنا نتحرك يعني. ربنا المستعان، ربنا المستعان، والله المستعان. 1200 مصنع تستوعب بكامل طاقتها 15,000 فرصة عمل، فكيف سنواجه سيل المنتجات الصينية إلى مصر، مما يؤدي إلى ضعف قيمة الاقتصاد المصري في الوقت الذي تحارب فيه الدولة التصنيع؟